عقلك مصمم إنه يحميك، بمعنى أنت عودت عقلك عن comfort zone، منطقة راحة، أنت على طول قاعد في الحتة دي. بمعنى أنا كل يوم مثلًا أنت بتمسك التليفون 6، 7 ساعات في اليوم، فبالنسبة لعقلك هي دي منطقة الراحة، هو ده اللي أنا المفروض أعمله، اتعودت عليه. أقعد كل يوم 7، 6 ساعات على التليفون مش باعمل حاجة. عوّدت نفسك كل يوم تسهر، عوّدت نفسك كل يوم تنام كتير، عوّدت نفسك تاكل junk food وتضيّع وقت، عوّدت نفسك تنام في نُص اليوم، كل ده تسويف. فعقلك كل ما يلاقيك بتخرج عن الحتّة دي يقول لك لأ ارجع، ارجع أنت رايح لحتّة خطر، لإن عقلك مصمم إنه يحميك، هو ما يعرفش إيه اللي خطر وإيه اللي مش خطر، هو يعرف إيه اللي متعوّد عليه وإيه اللي لأ. فبالتالي أنت اللي تتحكم في عقلك، لو سِبت نفسك لعقلك هيوديك في 60 داهية. امسك تليفونك، سجّل فيديو، اوعد نفسك إنك هتتغيّر، واوعد نفسك إنك فعلًا المرّة دي هتعمل حاجة، إن فعلًا المرّة دي هي اللي هتغيّر فيها حياتك، عشان كل ما تيأس أو تتعب تشوف الفيديو ده. أنا وعدت نفسي، أنا قُلت هاعمل، مش كل مرّة هارجع، لأ، النهارده هاطلع راجل قدّام نفسي، النهارده هاتحكم في نفسي واهزم نفسي، لإن نفسك هي أكبر عدو ليك، نفسك أكبر عدو ليك. فلو مش فاهم الحتّة دي خلّص الفيديو ده وشوف فيديو إزاي تعزل نفسك، الفيديو اللي قبل ده هيفهّمك حتّة نفسك وحتّة إزاي تتحكم في نفسك. الراجل يعني أفعال مش أقوال، إحنا مش بنتكلم، إحنا بنعمل. فبالتالي عشان تثبت لنفسك إنك هتعمل والمرّة دي فعلًا هي مرّة جديدة والمرّة دي فعلًا هاغيّر حياتك، الوقتي حالًا وقّف الفيديو قوم العب 10 ضغط، يالّا وقّف الفيديو قوم العب 10 ضغط. طيب لو لعبت 10 ضغط اكتب لي تحت تَم، أشوف كام واحد عمل فعلًا ضغط. أتوقع إن لو الفيديو ده مثلًا جاب 1000 مشاهدة، 9، 5، 4 مثلًا هتلاقيهم كاتبين تحت في التعليقات تَم، عشان تبقى فاهم إن 1% يا صاحبي، 1% من البشر أو أقل من 1% هم اللي بينفذوا. كل ما عليك فعل هو أن تنفذ عشان تكسب البشر. أنت متخيل إنك عشان تكسب 99% من البشر كل اللي عليك إنك تفعله هو إنك تعمل. صباح الفل. أنت متخيل العصر اللي إحنا عايشين فيه دلوقتي؟ عصر ضعف، الناس ضعيفة بشكل مش طبيعي. عايزك بقى يا صاحبي تتأكد إن اللي جواك ده خوف مش شغف. بمعنى أنت داخل الفيديو ده عشان أنت خايف ما تحققش حلمك، أنت خايف ما تحققش الهدف اللي نفسك تحققه، أنت خايف ما توقّعش ثقة أهلك فيك، خايف توصل لسِن تقول يا ريتني بدأت من امبارح، يا ريتني سمعت كلام صاحبي، يا ريتني، يا ريتني، يا ريتني. اللي جواك ده لو أنت فعلًا ده يبقى ده خوف، لكن لو أنت حاسس إنك متحمس وعايز تعمل حاجة يبقى ده شغف، والشغف كذبة، الشغف كذبة. لو هتمشي ورا شغفك أقسم بالله أسبوع، أسبوعين بالكتير، شهر هتفقد الشغف. أكبر إثبات على ده إنك بدأت من فترة ووقّفت، وقّفت ليه؟ أصل زهقت، أصل تعبت. لا يا راجل، اجمد يالا في إيه؟ الأهداف بنزين الحياة. لو أنت ما عندكش أهداف فأنت ما عندكش بنزين، فأنت بالتالي مش هتمشي. أهداف فعلًا تتحقق على المدى الطويل. اعمل جدول، أنا في خلال 3 شهور عايز أحقق الهدف الفلاني والهدف الفلاني، أيًا كان مثلًا عايز تفتح مثلًا قناة يوتيوب وعايز تعمل فورمة أو تزيد في الوزن في الgym يعني، مثلًا أنت 40 كيلو فحُط في 3 شهور هازيد 10 كيلو، حجم قليل بس حلوين يعني كهدف أول. في 3 شهور هازيد 10 كيلو. هدف تاني عايز أبدأ قناة يوتيوب وانتظم عليها ال3 شهور دول، وحُط مثلًا كل أسبوع أنزّل فيديوهين، واكتب أفكار فيديوهات وجنبها مربع تعمل عليه صح لمّا تعمل. كل ما تعمل علامة صح بيفرز عندك هرمون دوبامين، بتتبسط إنك حققت حاجة فعلًا. كل ما تيأس بُص على اللي أنت حققته، ده هيدّيك دافع إنك تكمّل. فعشان كده الأهداف هي بنزين الحياة. الروتين والانضباط، ماشي، قبل ما نكمّل الحتّة دي، عشان الحتّة دي مهمة أوي، خُد دُش ساقع دلوقتي. ما تقول لي يا الجو ساقع ما أعرفش إيه، قوم خُش دُش ساقع دلوقتي، اقلع هدومك وقّف الفيديو، خُش خُد دُش ساقع، يالّا مستنيك.
تمام، اكتب تحت تم لو أنت عملت التحدي الأول، وهو مش تحدي يعني بس اكتب تحت جنبها تمام لو أنت عملت آآ الدُش الساقع. دلوقتي هتأكد إنك راجل، دلوقتي أنا اتأكدت إنك ذكر وقد التحدي، وقد النجاحات اللي أنت عايز تحققها، وقد هدفك فعلًا. بُص بقى، حتّة الروتين والانضباط، الحتّة دي مهمة جدًا. صدّقني يا صاحبي لو أنت مش عامل جدول، أنت فاشل، مش باهزر معاك. لو أنت ما عندكش آآ روتين، بتكره الروتين، بُص كلّنا بنكره الروتين، أنا باكره الروتين أقسم بالله. بس أفهمك حاجة، تخيل إنك في حرب، حلو؟ حرب مثلًا ضد ولاد الوسخة اللي أنت عارفهم، ما ينفعش نقول اسمهم عشان اليوتيوب يزعل. فأنت أنت ضدهم في حرب، تخيل كده تصحى من النوم كده بقى في الكتيبة، وعندك شغف بقى تقوم تخش تكسّر العيال بنت عمتنا، فتقول للقائد: يا قائد هنعمل إيه النهارده؟ هنعمل إيه، هنضربهم بإيه والّا نعمل إيه الخطة؟ يقول لك: والله أنا صاحي مش فايق، بس اصبر بس هاصطبح أنت هتقوم تكسّره وشه أصلًا. يقول لك: والله مش عارف الكلام على إيه النهارده، إحنا ممكن نضربهم بالطيران، لأ إحنا ممكن نضربهم بما أعرفش إيه. تخيل ده القائد بتاعك، أهو القائد ده هو أنت، أنت من غير خطة. إزاي عايز تخش حرب قدّام نَفْسك من غير خطة؟ لازم خطة، لازم جدول، لازم تكتيك تمشي بيه، ولازم يكون عندك انضباط، لازم انضباط. أنا أجبر نَفْسي أعمل حاجة، لازم تجبر نَفْسك، لازم تجبر نَفْسك. هتعمل جدول، أنا هاعمل من الساعة كذا للساعة كذا حاجة، الكلام ده اتكلمت عليه كتير أوي أصلًا. تعمل جدول تمشي عليه. أنا مثلًا هاصحى الساعة 05:00، أول ما أصحى هاتوضّى وأصلّي، بعدها هاقرأ ساعة كتاب وأنا بافطر طبعًا، هافطر يعني وأنا بافطر باقرأ، تمام، بعدها هالبس وأنزل أجري، بعد ما أخلّص جري مثلًا هاجري نُص ساعة أو ساعة، بعد ما أخلّص أروح الgym. بس ما أنصحكش بكده، يعني ما أنصحكش تجري وبعدها تروح الgym، فاهم، أنصحك تخلّي الجري ده مرّة في الأسبوع والgym كل يوم، حلو. بعد ما أخلّص gym أروّح آكل الوجبة التانية وأقعد أشوف شغلي أو تقعد تذاكر أيًا كان، كده وهكذا، 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 تقعد تخطط ليومك. ما ينفعش تصحى من النوم تقول الكلام على إيه النهارده، أنا هاعمل إيه، ما ينفعش يا حبيب قلبي، لازم تحط جدول تمشي عليه. طيب وعايزك تعمل جدول 30 يوم مثلًا الشهر ده أو أسبوع أيًا كان، تعمل 7 مربعات جنبهم يوم، كل يوم. مثلًا النهارده أنا انضبطت، النهارده السبت مثلًا، أنا النهارده عملت شغل عالي أوي والتزمت بالجدول الروتين وعملت كل أهداف اليوم. طبعًا أنت قبل ما تنام بتحط أهداف بكرة أنت عايز تعملها، تحط أهداف اليوم والروتين أنت ماشي عليه. يعني النهارده السبت، عملت هدف يوم السبت ومشيت على روتيني اليومي، اعمل صح جنب يوم السبت. يوم الأحد والله مثلًا ما عملتش كل الأهداف، أو سقطت بإن ما أعرفش ما رُحتش إيه، أو ما عملتش إيه، ما تحطش صح ولا غلط، لأ. اليوم اللي بعده يوم الإتنين، عملت كل حاجة وكل حاجة تمام صح. اللي بعده، اللي بعده، اللي بعده، كده. آخر الأسبوع تخش بقى تشوف أنت عملت إيه، وقّعت كام يوم، طب وقّعت ليه؟ اكتب أنا يوم الإتنين مثلًا أو في يومها عشان ما تنساش، أنا النهارده وقّعت تحدي عشان مثلًا نزلت مع واحد صاحبي، النهارده وقّعت عشان فتحت تيك توك. الموضوع ده مهم برضه، هتلاقيه في فيديو إزاي تعزل نفسك عن العالم وتركّز على أهدافك. الفيديو ده مهم جدًا لازم تشوفه عشان تعرف تعزل نفسك وتركّز على أهدافك. مهم. أنت أمّا تبُص على الأيام كده وأنت عملت صح، وفي أيام سقطت منها، صدّقني هتتحمس، هتتحمس تكمّل، وهي ده السر يا صاحبي. هو مش سر أنت عارفه، بس بتنسى وبتحس إن هو مش فعّال. صدّقني فعّال يا صاحبي، كل حاجة فعّالة. لازم تبدأ، ما حدّش هييجي يعمل حاجة عنّك، صدّقني يا صاحبي، ما حدّش هييجي يعمل حاجة عنّك، لازم تفهمها كويس. ما حدّش هييجي يعمل حاجة عنّك، لازم كل يوم تصلّي الصلوات ال5.
لازم كل يوم تصلّي صلاتك 5 يا صاحبي، أنت لو مش بتصلّي أنت كافر، اوعى الحتّة دي يا صاحبي، أنت كافر يا صاحبي لو مش بتصلّي. في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ذكرته قبل كده، العهد بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أنت متخيّل يا صاحبي، من تركها فقد كفر، خارج من الملة. يعني أنت لو مُت دلوقتي وأنت مش بتصلّي، حرام نصلّي عليك أصلًا، حرام نصلّي عليك. فيعني أنت مش بتروح الgym مثلًا، أو رفيّع أو فاشل أو مش بتشتغل أو مش بتذاكر، الحاجات دي كلّها ده غلط، حاجات غلط أنت بتعملها. لكن لو أنت مش بتصلّي ده مش غلط، ده مصيبة، مصيبة. ف بس يا صاحبي، صدّقني الحياة حلوة، بس أنت عايشها صح. مشكلتك إنك مش عايشها صح. أنا عارف إنك ماشي في سكة زي الزفت، بس أنت عارف كويس أوي إنك مش مبسوط. حتى السكة زي الزفت دي اللي كلّها متعة، أنت مش مبسوط بيها. وزي ما قُلت لك قبل كده، الفيديو اللي فات هيعجبك جدًا بتاع إزاي تعزل نفسك، هيفيدك جدًا، الفيديو ده بيكمّله. فبس يا صاحبي، ده كان كل حاجة، أتمنى أكون استفدت، وبس، سلام.